اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الرزق، وطيب ذكرنا عند أهل السماء، وارزقنا صحبة عبادك الصالحين، وسخر لنا من تولى أمرنا، وارزقنا من خيرات الدنيا أجملها وأيسرها وأوسعها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تنزلي تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصل لك الشعار بيه. وتعالي كده معايا ندخل في تفاصيل الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. روتيننا النهارده كله حماس وكله نشاط كده، شجعيني كده باللايكات الجميلة عشان الفيديو يوصل كده لأكتر عدد من المشاهدات وأكتر عدد من المشاهدين. فتعالي كده ندخل كده ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين، أول ما صحيت من نومي ومشيت أولادي على المدارس دخلت كده بقى على الحمام. طبعا لملمت الصالة ولملمت الريسبشن وظبطت الغرف، وجيت هنا بقى اعمل معاكم الحمام. فقلت ناخدكم كده على الحمام نتنشط كده ونتشجع ونديها روتين كده في الحمام، ونطلع بقى بعد الحمام نعمل روتين برضو في غرفة الضيوف اللي هي القعدة العرب بتاعة الضيوف، المجلس العربي بتاع الضيوف. فتعالوا كده الأول نخلص من حاجة كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فزي ما انتم شايفين كده دعكت طبعا الحوض بتاع الحمام، وده أول حاجة ببدأ بيها أول ما بصحى من النوم. داخلة كده أتوضى، داخلة أعمل أي حاجة، داخلة أغسل وشي. بيكون طبعا سايبة شوية بريل في الحمام تحت الحوض واسبونشة كده قديمة بدعك بيها طبعا الحوض. وبجيب بقى المقشة معايا ومعايا شوية بريل أو معايا شوية بريكس، وبفضل أدعك طبعا في الشباك زي ما انتم شايفين كده، ومن حوالين الشباك برضو، لان بيكون طبعا لو في نمل، لو في مثلا ذباب، لو في اي حاجة، لو في اي حشرة تنزل معايا، لو في اي بقعة تنزل معايا. فزي ما شايفين كده يا حبايبي طبعا غسلته، وببدأ ان انا اشطفه كده وانزل كل الصابون اللي عليه عشان ما يجيرش معايا على الشباك، لان الشباك لونه بني. نزلت هنا بقت على القعده كده زي ما انتم شايفين. وطبعا انتوا عارفين ان انا عامله مقشه للحمام ومقشه برضو للمطبخ ومقشه طبعا اكنس بيها الغرف والريسبشن. فكل منطقه كده انا مخصصه لها مقشه، والمقشه ما بتخرجش من المكان اللي هي موجوده فيه. يعني المقشه ديت انا ما بطلعهاش من الحمام نهائي. فزي ما انتم شايفين كده دعكت طبعا السيراميك دعكة حلوة جدا جدا، وجبت طبعا من على اول الباب علشان طبعا يكون انا عملت من الاول واجيب على البلاعة في الاخر يعني. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي نظفت المنطقة اللي ورا، وجيت هنا بقى على المكان ده برضو اديه دعكة كده بالفرشة. وبعد كده اشطفه كده شطفة حلوة جدا وانزل كل الصابون اللي عليه. طبعا انا ما بعتمدش على المقشة ان هي تنظف معايا القعدة من جوه ومن بره، لا، في فرشة اهي جنب القعدة بمسكها طبعا واجيب من جوه ومن بره، بس ما بحبش اجيب المنطقة من جوه زي ما انتوا عارفين. فزي ما انتوا شايفين ببدأ ان انا اشطف كده، وشطفت الحمام كده وخليته فله. وفتحت الشباك بعد طبعا ما غسلته وبعد ما ظبطت الدنيا، فتحت الشباك علشان طبعا الحمام يتهوى معايا ويدخل كده هوا وطاقة ايجابية، والسيراميك ينشف معايا. تعالوا بقى نطلع على بره ونشوف احنا هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده ده المجلس بتاع الضيوف اللي في الصالة اللي بره خالص لناحية الشارع. زي ما انتم شايفين متبهدل، وشلت طبعا الحافظة اللي بيكون على السجادة هنا، شلتها طبعا وطلعتها في الشمس بره على الحديد بتاع السلم. سبتها في الهوا كده شوية على ما اخلص الحاجة اللي ورايا كده واظبط الدنيا واكنس الحتة وارتب طبعا الخداديات اللي متبهدلة ديت احرصها طبعا واظبط الدنيا كده حواليا، وبعد كده افرش كل حاجه زي ما كانت. فزي ما انتم شايفين لميت الكراسي برضو وكنست الصاله كده زي ما انتم شايفين، طلعت الحصر بره وهويت الدنيا كلها كده اهو. وزي ما انتم شايفين السيراميك طبعا كنسته وظبطته، وهبدا ان انا طبعا المعه وارجع افرش تاني. فزي ما انتم شايفين انا حاطه الحاجه هنا على السلم هنا تتهوى وتتشمس كده، بس لسه برضو هفردهم على الحديدة التانية اللي من الناحية التانية. بس انا مش عارفة اطلع بالكاميرا عشان طبعا الناس رايحة وجاية. النهاردة كان يوم الجمعة، وكان الصلاة خلاص
فانا بعمل الحركة ديت في يوم الجمعة. زي ما انتوا شايفين كنست ومسحت وفرشت الحصر تاني وظبطت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. وكان الناس خلاص هتطلع من صلاة الجمعة، فزي ما انتوا شايفين فرشت وظبطت الدنيا وحطيت الحافظة طبعا على السجادة، رصيت المخدات معايا او الخدديات معايا اهو، وخليت الدنيا فلة وعشرة على عشرة. فلو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت ما تنسينيش كده وتنزلي تحط اللايك والاشتراك الجميل اللي هيضمك لعيلتنا الجميلة بإذن الله، وإن شاء الله نكبر كده ونكون أجمل عيلة، وإن شاء الله بيكم يا حبايبي إن شاء الله الدنيا هتبقى تمام. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي جبت بقى الكراسي وحبيت إن أنا أرصها كده زي ما انتوا شايفين، رصتها كده. دايما بحب إن أنا أرصها في الجزء ده علشان لو إجا لينا ناس كبيرة مثلا في السن، اللي حابب يقعد على الكراسي يقعد، واللي حابب يقعد على القعدة اللي هي المجلس العربي يقعد عليه. زي ما انتوا شايفين نفضت طبعا السلة وفضتها من كل الحاجات اللي كانت فيها وظبطتها كده وحطيتها مكانها. تعالوا بقى اقول لكم دي الجزامة اللي كان عندي اللي انا قلت لكم بتفك مني، غسلتها معاكم في الفيديو بتاع الحوش، تنظيفات الحوش. غسلتها وظبطتها وقسمتها نصين، حطيت جزء منها هنا صغرتها، يعني مش خليتها جزمة كبيرة، لا لانها كان مخلية المنظر مش حلو، مش احسن حاجة يعني. فقسمتها نصين، جزء حطيته هنا، الجزء ده النص ده حطيته هنا، والنص التاني دخلته جوه. هتشوفوه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، هتشوفوا انا عملت بيه ايه. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم كده وتنور رضاكم، وروحوا شوفوا فيديو الحوش، تنظيفات الحوش، وزرعنا زرع كده بسيط وجرجير وحاجات من كده. فروحوا شوفوه كده وحطوا له اللايكات عشان الفيديو يترفع كده معانا ونوصل ان شاء الله والقناه تتشاف، لان القناه واقعه جامد جدا. فشجعونا كده بالتعليقات الحلوه ودعوتكم الحلوه ليا واللايكات الجميله علشان بس القناة تتشاف، لان القناة مش متشافة خالص. المجهود اللي انا بعمله ده كله بيروح في الفاضي، وخصوصا كمان الفيديوهات بتاعتي بيكون طويلة جدا جدا، بيكون ممكن يكون الفيديو ساعتين، فلازم بقصه لحد ما بوصله لكم ممكن ربع ساعة، ممكن تلت ساعة، ممكن اكتر حاجة نص ساعة. فشجعوني كده عشان القناة تتشاف وان شاء الله نعمل فيديوهات احلى واحلى. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ظبطت الدنيا وكنست السلم، وهنطلع بره بقى ندي الاشجار دي رشه كده بالخرطوم، ونخش نشوف احنا هنعمل ايه تاني جوه في المطبخ. فتعالوا كده معايا. زي ما انتوا شايفين ده السلم بتاع البيت اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي معرفش ليه القطه ديت لازقه فيا كده، اروح واجي هي ماشيه ورايا، فانا بخاف منهم جدا جدا. فقولوا لي في التعليقات بتخافوا من القطط ولا بتتعاملوا معاهم عادي؟ الصراحة احنا بنخاف منهم ومش بنحب ان هم يخشوا البيت. طلعنا بقى على الشجر اللي قدام البيت وقلنا نديه رشة كده ونلم الورق اللي واقع حوالين الاشجار كده عشان المنظر يكون حلو. فزي ما انتم شايفين بدأنا ان احنا نرشرش كده بالخرطوم عشان الدنيا تبقى تمام والجو تبقى حلو كده والنظافة تعم على البيت كله، لان النهاردة الجمعة واكترين الناس بتحب ان هي تروح تزور بعضها، فلازم تخلي بيتك كده نظيف، لان كل جمعة بتلاقي معظم الناس بتروح لبناتها، بتروح لولادها، بتروح لجيرانها، بتروح لصلة ارحامها. فلازم كده مش شرط يوم الجمعة بالذات، عشان محدش يعلق على الكلمة ديت، مش شرط يوم الجمعة تنظفي فيه البيت، لا طبعا احنا بننظف بيوتنا كل يوم، بس لازم تهتم بتفاصيل معينة في يوم الجمعة. زي ما انتوا شايفين كانت طبعا مجهزة الطماطم والكوسة غسلها ومظبطاها، ومعايا مواعين طبعا هغسلها. ودي الكوسة بعد طبعا ما عملتها، كلنا بنعرف نطبخ وبنعرف نعمل، وانا عملتها معاكم كتير قبل كده فما حبيتش ان انا ادخل في تفاصيل عشان ما اطولش معاكم الفيديو. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي تعالوا بقى نشوف عاملين ايه جنب الكوسة وخلصت الاكل ولا لسه. فزي ما انتوا شايفين كده احنا لازم اول ما يطلعوا من صلاة الجمعة يكون الاكل كله جاهز، يعني يطلعوا احط الصينية على طول، اغرف واحط الصينية على طول. فتعالوا كده عملت شوية رز بالشعرية وكان جمال جدا جدا، كترت الشعرية عشان يكون معايا مظبوط ويكون طعمه حلو. فالحمد لله يا حبايبي ربنا يديمها علينا وعليكم نعمة بإذن الله، ويديمها علينا نعمة الصحة يا رب العالمين. تعالوا بقى نروح على الحوض ونشوف احنا هنعمل ايه، عشان طبعا اغسل معاكم شوية المواعين ديت ولملم طبعا بقية الحاجات اللي على البوتاجاز اللي على الرخامة، ألملم كده جميع الحاجات اللي أنا ممكن مش هحتاجها ومش هعوزها تاني أغسلها يعني. فزي ما انتوا شايفين بدأت طبعا ان انا اغسل، وما كانش معايا مواعين كتير جدا، مش اكتر من معلقتين وطبقين والصينية وكوبايتين كده وشوية
حاجات تانية. وطبعا اغسل الرخامة اللي متبهدلة من الطماطم. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا ركنت الصينية ديت للاخر، لان رشيت عليها باور كده علشان فيها اصفرار كده في الجنب، فقلت اسيب الباور عليها شوية منقوع وبعد كده اغسلها في الاخر. فزي ما انتم شايفين جبتها بقت علشان ابدا ان انا اخلص من المواعين كلها وانجز كده يومي، واطلع من المطبخ وهو نظيف، ما يكونش معايا الا المواعين بتاعه الغدا. فزي ما انتم شايفين الصينيه لمعت معايا مجرد بس ما مشيت عليها السلكه. زي ما انتم شايفين شطفت طبعا البراد، شطفت الكوبايات، ظبطت كل حاجه. لازم كده تطلعي من المطبخ وهو ما فيهوش كوبايه وسخ. ودي طبعا بتبقى راحة نفسية على حسب كل واحدة والتانية، لأن في ناس أنا أعرفها ممكن يتغدوا ويركنوا الصينية وياخدوا فترة يناموا لهم ساعتين ويسيبوا الصينية مركونة زي ما هي بحطتها على الحوض. فأنا مش بعرف أعمل الحركة دي خالص. أنا لازم نتغدى أحط الصينية على الحوض، أفضي كل الحاجات اللي فيها، أفضي طبعا الأطباق، وبعد كده أغسل كل حاجة. ما سيبش اي حاجه، مجرد ما بحط الشاي على النار يغلي وبعد كده اكون انا خلصت المواعين كلها. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. غسلت طبعا المواعين وغسلت الحوض وغسلت كده الرخامه وظبطت الدنيا ونشفت الرخامه كده. وتعالوا بقى نروح نغرف للاولاد. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي غرفت كده الكوسه باللحمه، ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وده يا حبايبي كان غدانا النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وبهنا بيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك الشعار بيه. الى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.